فضيحة فلان، فضيحة علانة، يا الفضايح يا الفضايح يا الفضايح يا بالين الفضايح. الفيديو اللي كيقلب عليه كل شيء، الفضيحة اللي هزات السوسيال ميديا وناري على عناوين كيدايرة. الناس اللي كيقلبوا على هذا الفيديو أكثر من سكان سيدي بالنور. ما كاين عز فضيحة عض فضيحة. اسمع يا براس، السمع يقلع. رجال وبنات دايرين حاله باغيين يشوفوا هذا الفيديو ديال هذه المحجبه ويشوفوا شنو دارت، ولا الفضيحه ديال هذه اللحيه، ولا الفضيحه ديال هذا خونا، ولا الفضيحه ديال هذا خوتي. كتلقى الواحد كيجي عندك يقول لك اواه ما شفتيش الفيديو ديال فلانه شنو دارت، ولا المحجبه والفعايل ديالها اللي كدير، ولا داك اللحيه وشنو دار، وتمشي حتى انت تقلب عليه باش تتفرج فيه، وحتى تفرج وتشبع فراجه عاد تخدمها. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما راك مؤمن وزعما راه ما بقى ما يتعجب، وتمشي عاوتاني تعاودها لواحد اخر ودير الترويج والدعايه وبطريقه ديك الانتقاد، وزعما ما عاجبك حال. وهكذا هذا الفيديو كيزيد عام كينتشر بزاف، والمصيبه كينشروه الناس اللي كيدعيو زعما راه ما عاجبهم حال، ودوك حراس الفضيله بطريقه غير مباشره. راه هذاك الانتقاد وكثره التعياب بشي حاجه انت ما عاجبكش وواحد ما عارفهاش، راه انت غا كتعرفها ليه وفي قوعه. ولكن السؤال الحقيقي ماشي على الفيديوهات ولا هذا الفيديو ولا ذاك الفيديو، السؤال الحقيقي هي المصائب، هي هاد العقليه اللي ولات. لأن الجاهل جاهل، أنا ما أقدر أتناقش مع شخص جاهل. هادشي واش ولا جديد؟ لا. واش غريب؟ لا. هادشي ما بقاش جديد وما بقاش غريب. هاد النوع ديال هاد الفيديوهات وهاد الفضايح كاين في العالم كامل، وحتى في الدول المحافظه. فيديوهات الفضايح وفضيحه فلانه وفضيحه فلان وشاهد قبل الحذف ما خطات حتى قلت المصائب هي. ولكن المشكل فين المشكل فين؟ المشكل هو اننا ولينا كنعيشوا واحد التناقض خطير. كنشجعوا هذا المحتوى بالمشاهده، ومن بعد كنلعبوا دور الفقيه في التعاليق. بنادم تشبع فراجه وشاف على خاطر وتبتع وتبرع لقى مع راسو، عاد كيجي كيدير فيها زعما كينتقد. ويا لطيف شوف فين وصلنا وكيولينا. كاين ناس كتستافد من هادشي ديال الترويج ديال الفضائح، وكتعرف بالضبط اش باغا وعلاش كتقلب، وهدفهم تطبيع مع الرذيله ويخليوها تولي طبيعيه وعاديه في المجتمع من غير اللي كيربحوا فيها من داكشي اللي على بالكم. ولكن الحقيقه اللي خاصها تقال، راه حتى المتتبع مساهم. انت قمتي هذيك واش ما شفتيش الفيديو صيفط لي الفيديو، صيفطي لي الفيديو، راكم مشاهدين. ما بقاتش من وراها تقول يا لطيف حتى شتي فين وصلنا. اي مشاهده، اي كليك، اي تعليق كيزيد يطول في عمر هاد الظاهره وهاد الفضايح، وكيزيد ينشر هاد الفيديو، وكيزيد من حجم هاد الفضايح. ايها المصائب. راه نتوما هما الفضيحه الكبيره. راه باش تقتل الفضيحه وتحبسها من الانتشار خاص ملي توصل عندك ادفنها، ما تناقشها، ما تعلق عليها، ما تعاودها لشي حد، ما تبارطاجيها، تموت عندك. وتنصح اللي جابها لك ولا اللي جاب لك خبارها ما يبقى يجيب لك بحال هاد الخبار ديال هاد الفضايح، ولا يبارطاجي لك الفيديوهات ديالهم ولا الفيديوهات ديال التافهين. فهمتي؟ تموت عندك، حبس اكرف، ما نعاودها لشي حد، ما نقول ليه شفتي، ما نقول ليه سمعتي، صافي وصلت عندي ماتت. وهذاك اللي وصلها لي ندور فيه ما يبقاش يدوزهم ليا. واش هاد الهوس بتتبع عورات الناس فضول عادي، ولا نوع من الادمان، ولا هروب من الواقع والفراغ كنعوضوه بخشيو يوصلنا في حياه الاخرين؟ حيت اللي واضح اننا ولينا كنرفضوا هاد الشيء في العلن وكيتستهلك في السر. بنادم كله كيقول اللهم ان هذا منكر بيناتنا قدامنا، وبنادم بينه وبين راسو كتلقى ما كاين عاد تفرج من فضيحه فلانه لفضيحه علانه. وحنا كمجتمع مغربي خاصنا نحافظوا على القيم والتقاليد ديالنا، حيت المغرب في عادات وتقاليد كتحافظ على المقومات ديال الحياه السليمه، والتقاليد ديالنا كتحارب هادشي ديال الفضائح وديال الشهره. كيقول لك اللي يستر مؤمن في الدنيا يستر الله في الاخره. ايوا راه ما تقالش هكاك. اذا السؤال واش فعلا المشكل في اللي كينشر هذا المحتوى ولا في اللي كيتفرج فيه وكيعطيه قيمه؟ ايوا جاوبونا على التعاليق ودير ابوني باش يوصلك ديما الجديد، ودوزو بخير. وقالها مسعود.